ونعرف منه تشكيل الفريقين، تشكيله الاتحاد السكندري وتشكيله وادي دجله. وبعد ما يقول لنا التشكيل عايز استمر مع كابتن سيد الثعلبي عشان ناخد رايه في تغييره الجهاز الفني. استاد الجيش في الماكس، استاد الماكس مش استاد برج العرب. يعني احنا دلوقتي استاد الماكس الجيش، استاد الجيش في برج العرب. طبعا لخبطوني. ماشي. تشكيل الفريقين. استاد كورة اف ام. شجع كورة مع دوري عبور لاند. كابتن كريم، تحياتي وتحياتي لضيوفك الكرام. وسريعا تشكيل الفريقين كده: الاتحاد السكندري الاني سليمان في حراسه المرمى، وخط ظهره على الورق 4، عبد الرحمن فاروق ناحيه اليمين، مصطفى كلوشه ناحيه الشمال، محمد بازوكا ومحمد عطوه، اثنين هيلعبوا في قلب الدفاع. ثلاثي وسط الملعب في نادي الاتحاد: نور السيد على يمينه محمد عادل، وعلى شماله خالد الغندور، وثم اثنين قدامهم محمد اسامه وخالد قمر، ودول هيكونوا قاعده مثلث. ورأس المثلث هيكون كاسونجو، واحد من هداف المسابقه، واحد من النجوم اللي بيعتمد عليهم مفيش كلام الجهاز الفني في نادي الاتحاد، بيعقد عليه امال كبيره. فريق وادي دجله النهارده: عصام الحضري في حراسه المرمى، 4 في خط الظهر: حسام عرفات في الجانب الايمن، سيد سالم في الجانب الايسر، محمود علاء ومحمد انور 2 في قلبي الدفاع. نص الملعب مصطفى طلعت وديفيد ايفوي، على يمينهم محمد هلال، وعلى شمالهم ابراهيم انداي، ثم 2 سترايكرز: عرفه السيد وصامويل اوفوم. ده تشكيل الفريقين الاتحاد السكندري ودجله. كابتن سيد، يعني عايز اخد رايك في تغيير الجهاز الفني لنادي الاتحاد، تولي مكيده مدير الفني الاسباني، واعتذار كابتن مختار واستقالته ورحيله عن تدريب الاتحاد السكندري. انا عايز اعرف بس ضيوفك الموجودين. كابتن شادي وكابتن سامي الشيشيني. شادي مساء الفل يا شادي. مساء الفل يا سامسي، منورين الاستوديو ودايما بنستمتع بيكم، نجوم كبار. بص يا كابتن كريم، التغيير يعني هو كان رد تايم بعد الفوز على المقاولون، انما كان في ضغط كبير جدا خلينا نتكلم في الحقيقه يعني. وبصراحه كان في ضغط جماهيري ومطالبه باقاله الكابتن مختار رغم ان هو قدم على الفريق، وكان ده لازم يتم من فتره كبيره جدا بعد توقف الشكل العام للفريق وتجمد المستوى الفريق. كان لازم يتم عقد مباراه النادي الاهلي اللي انتهت بالتعادل 2-2، واللي قدم فيها نادي الاتحاد السكندري جيم كبير جدا على مستوى الاداء وعلى مستوى النتيجه. وكان لازم وقتها الوقت اللي هو تنازل كابتن وليد صلاح الدين على منصبه كمدير كوره، وكان في اتفاق ضمني بينه وبين مختار وقتها، انما الكابتن مختار كمل. انا بقى ارى في هذا العيب ان هو اتاخر كتير، لان كان في فتره انتقالات شتويه وفتره تجمد الكوره عشان بطوله الامم الافريقيه. دي كانت فرصه لاستعاده زمام الامور بالنسبه لنادي الاتحاد السكندري واعاده ترتيب اوراقه. لو تولى اي جهاز فني بصرف النظر عن مكيده او غيره في هذا التوقيت يقدر يعيد حساباته ويقدر ينظم صفوفه، وقدامه فرصه لاستعاده اي اماكن هو عايزها. انما الوضع دوت هو مختار استقال وساب الفريق بعد انتهاء الماركت الشتوي، ودي ضيع فرصه كبيره جدا على الجهاز الفني القادم. مجلس الاداره كان عنده يقين بضروره استبعاد الكابتن مختار او اقالته، انما اتاخر هذا القرار. انما هم الكويس فيه ان هم بمجرد اقالته كان مكيده موجود بالفعل في اسكندريه، ومكيده مدير فني من المدربين من المعروفين، واللي اشتغل في مصر مع نادي الاتحاد السكندري واشتغل في بورسعيد، وليه يعني جزء كبير من حب داخل قلوب الاتحادويه. انما انا اعتقد يعني وجهه نظري الشخصيه في القادم مش هيكون الشكل اللي احنا بنتمناه كسكندريين او متابعين او كانتمائنا لنادي الاتحاد السكندري، لان هم اللعيبه وهو كل حاجه موجوده، مفيش اي تعديل ولا اي حاجه. انا بقول المدير الفني اللي بيتولى اي مسؤوليه لازم بيكون معاه ادواته، وما اعتقدش ان اللعيبه دي كلها هي ادواته. اكيد كان هيبقى ليه رؤيه ثانيه خالص، انما خلاص زي ما بيقولوا كده جت الراس الفاس، فموجود مكيده. بنتمنى له كل التوفيق. مكيده هيقعد قد ايه بقى عقبال ما ينسجم مع اللعيبه والفرقه؟ يعني هو الاحتراف ما فيهوش هذا الكلام والانسجام. المفروض ان انا جاي يا كابتن، المفروض ابقى انا عارف يا كابتن. ثانيه واحده بس، كل ما يكون في نتائج سلبيه للاتحاد السكندري هنطلع نسال المجلس والجهاز، يقول لك اصل احنا لسه جايين
اصل احنا ما لسه هو الكلام ده يا مش كابتن عارف كريم إيه. حضرتك عارفه، وانت راجل صاحب خبره والنجوم اللي معاك عارفين ان انا لما بتعاقد مع حد او باجي على عمل، لو انا هخش على الاستوديو معاك، لو كابتن شادي اتاخر او انا اتاخر، لازم ببقى جاي وعارف ايه القصه، والا انا ما ادخلش معاك خالص. انما هو للاسف دلوقتي الاحتراف شمل كمان المديرين الفنيين واللعيبه، اي حد بينتقل في اي وقت لاي حد في اي مكان. فهذا الكلام انا لو مسؤول مفيش مدير فني يجي يقول لي اصل انا لسه ما عملتش. خلاص النت دلوقتي والتكنولوجيا قدام الناس كل حاجه مرئيه، المفروض ان هو متابع وعارف قصص اللعيبه وكل هذا الكلام. فالمفروض ان احنا مش هنقول هنستنى ومش هنستنى، انما هو ياخد فرصته. انا بقول النهارده بس، غير كده لازم المدير الفني دوت بيبقى عارف كل حاجه، وعارف كل الفرق اللي هيلاعبها، عارف موقف الفريق فين، هيقابل مين، هيعمل ايه، يكون حاطط لنفسه تارجت وهدف من خلاله يقدر يحققه من خلال الامكانيات الموجوده اللي هو تعاقد وحد شروطه الماديه عليها. فاعتقد ان دوت الكلام دوت خارج بعيد جدا عن نظام الاحتراف، ان لسه ما انسجمتش ولسه ما عملتش يعني. تمام يا كابتن، ان شاء الله نستمتع معاك بلقاء الاتحاد السكندري ووادي دجله من استاد الجيش في برج العرب. بشكرك كابتن سيد، وهنرجع لك مع بدايه المباراه ان شاء الله. مستمر مع كابتن سامي الشيشيني وكابتن شادي محمد. خليني اقول التشكيل مره اخرى لجماهير الاتحاد السكندري وايضا لجماهير وادي دجله. الاتحاد السكندري النهارده في حراسه المرمى الهاني سليمان، في خط الظهر محمد بازوكا ومحمد عطوه 2 مساكين، ناحيه اليمين عبد الرحمن فاروق، وناحيه الشمال مصطفى كالوشه. في نص الملعب بيلعب مكيده النهارده بنور السيد ومحمد عادل، وقدامهم ثلاثي هجومي خالد الغندور او محمد اسامه، يعني ممكن 3 هاف ديفندر، نور السيد ومحمد عادل ومحمد اسامه، رغم ان محمد اسامه بيلعب على قدام شويه، وقدامهم خالد الغندور وخالد قمر وكاسونجو. دي تشكيله كان بيلعب بيها دايما كابتن مختار. بالنسبه لوادي دجله، ميدو النهارده المدير الفني بادئ بعصام الحضري في حراسه المرمى، قدامه 2 مساكين محمود علاء ومحمد انور، ناحيه اليمين حسام عرفات، وناحيه الشمال السيد سالم. في نص الملعب مصطفى طلعت وديفيد افوي المدافع او الهاف ديفندر الافريقي في نادي وادي دجله، وقدام نقدر نقول محمد هلال، ابراهيم انداي، وصامويل افهم، وعرفه السيد هو دايما اللي بيكون المهاجم الصريح والمحطه بتاعه وادي دجله. كابتن سامي، رأيك ايه في تشكيل الفريقين ولكن بعد الفاصل؟ هذه المباراة برعاية عبور لاند. الاتحاد سيد البلد اسكندرية، هنا الحبوب من سيدي بشر له العباس، وراه بنشجعه زي الموجة رايحة وجاية، هنا أو حتى في أي بلاد، أنا ما نحبوش نكتبه أبدا غير باسم الاتحاد. مدد 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 الاتحاد سيد البلد، مدد 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 الاتحاد سيد البلد. استاد كورة FM.